تخيل ان انت بتحاول تخش على موقعك المفضل اللي انت متعود تخش عليه كل يوم كالعاده، او بتحاول تفتح لعبتك الاونلاين اللي انت بتلعبها برضه كالعاده، وفجاه بتلاقي كل حاجه وقعت، الانترنت فصل، الموقع مش عايز يخش. يا ترى هل ده عطل فني عادي ولا في سر اكبر من كده بكتير؟ هنعرف مع بعض دلوقتي. السر يا صديقي في هجوم اسمه الديدوس اتاك. الهجمة ديت بتكون عبارة عن إن هاكر متحكم في أجهزة كتير جدا بيقدموا كلهم طلبات دخول لموقع معين في نفس الثانية، عدد طلبات أكتر من الموقع يتحمله بكتير جدا. الموقع ده بيجيله طلبات بالملايين، رقم أكبر من اللي ممكن أي موقع يتحمله. فببساطة شديدة تخيل كده كأن في طريق سريع عليه عربيات كتير جدا في نفس الثانية، معناه طبعا عطلة في المرور، وفي الوقت ده طبعا الموقع بيقع والهاكرز بيحتفلوا بانتصارهم. الهجمات دي مش مجرد لعب عيال، لا خالص، بالعكس دي ممكن تتسبب في خسارة بالملايين لشركات عالمية، وبيكون الهدف من الموضوع دوت ان هم يوقعوا الشركات ديت لفترة معينة عشان يتسببوا لخسارة بالملايين ليها. وبيكون ورا الموضوع ده يا اما هاكرز افراد او مجموعات من الهاكرز ليها مهمة معينة. واصدمك بحاجة بقى، ممكن جهازك انت الشخصي يكون جزء من الجيش ده وانت ما تعرفش. عشان كده لازم تحمي جهازك. في الفيديو الجاي هكشف لك عن أداة مهمة جدا بيستخدمها الهاكرز عشان يكشفوا كل حاجة موجودة على الشبكة. ما تفوتش الفرصة، واعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، واعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.